في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها المدنيون في مناطق سيطرة ميليشيا أسد عموما وفي السويداء على وجه الخصوص، لم يعد خافيا على أهالي المحافظة أن تعديل الأحوال وإصلاحها ضرب من الخيال في ظل الفساد المستشري لدى حكومة الميليشيا، ليطلق ناشطون حملة بعنوان عندك كرامة. الحملة التي تدعو للانتفاضة في وجه حكومة الميليشيا والوقوف بوجه ما وصفها منظموها بالحرب الممنهجة ضد أبناء جبل العرب شملت نشر لافتات وكتابات من قرى وبلدات عديدة في السويداء تدعو إلى عدم الرضوخ للواقع الراهن، معتبرين أن الاستكانة هي من ساهمت في إذلال المحافظة وتهجير شبابها وتنشيط بيع الأراضي والممتلكات لجنسيات غير سورية بحسب ما أكدته شبكات محلية. الناس اللي معها بطاقات أمنية وهي اللي عم تسرق وبتنهب هالبلد. الناشطون المشاركون في الحملة استنكروا الارتفاع المتزايد في أسعار كافة السلع والمواد الأساسية مقارنة بانخفاض مستوى دخل المدنيين، بالتوازي مع إصرار ميليشيا أسد على دعم الفاسدين والمضي بسياسة السرقة والنهب والتجويع والإذلال، بدءا من البطاقة الذكية وتعيين المحسوبين عليها ممن يعرفون بأخلاقهم السيئة وفسادهم في مؤسسات الدولة، وصولا إلى حرمان سكان المحافظة من أبسط حقوقهم. بس إذا في مجال افتح خطك يا أخي واحكي مع العالم وتعرف العالم إنك بعدك هون. حملة عندك كرامة تأتي في ظل ازدياد وتيرة هجرة شباب السويداء واستمرار الفلتان الأمني وحوادث القتل والخطف والسرقة في المحافظة، فضلا عن انتشار المخدرات ومحلات بيعها علانية بدعم من ميليشيا أسد التي لا تقيم أي وزن لحياة أهالي السويداء وكرامتهم. وبنفس الوقت نعمل كل ما بوسعنا للقضاء على الزعران اللي عم يعيدوا فساد بأمن الناس واستقرارها وأرواحهم وممتلكاتها.